العلاج بالخلايا الجذعية أو الطب التجديدي انتشر مؤخرا كلمة الخلايا الجذعية. بيجي لي كذا حد في العيادة بيقول لي أنا يا دكتور أخدت جلسات خلايا جذعية قبل كده، والناس طبعا هو مصطلح دارج إيفن حتى في العيادات أو في مراكز التجميل وزراعة الشعر احنا بنعمل جلسات خلايا جذعية. خلينا نعرف الأول يعني إيه كلمة خلايا جذعية ومنين بتيجي الخلايا الجذعية وإزاي نقدر نستخدم الخلايا الجذعية في مجال زراعة الشعر أو علاج الشعر سواء تساقط الشعر التفاعلي أو تساقط الشعر الهرموني. الخلايا الجذعية دي يعني هي خلية ليها القدرة إن هي تحول أو تتطور لأي نوع من انواع خلايا الجسم. طيب ايه مصادر الخلايا الجذعيه دي؟ الخلايا الجذعيه عندنا بتنقسم لنوعين، في خلايا جذعيه جنينيه ودي عشان نستخلصها الاماكن بتاعتها تبقى الاجنه في عمر من 3 ل 5 ايام، او السائل اللي بيبقى حوالين الجنين في المشيمه او من المشيمه نفسها او من الدم الموجود في الحبل السري. النوع الثاني اللي هو الخلايا الجذعيه البالغه واللي هي دي بتستخلص من نخاع العظام وبتستخلص ايضا من النسيج الدهني في جسم الانسان. لحد فتره قريبه كان معتقد السائد ان الخلايا دي بتتحول لنفس نوعها فقط، ما عندهاش القدره ان هي تتحول لانواع اخرى، وبالتالي مش هيمكن استخدامها في مجالات واسعه جدا في الطب التجديدي. فاعتمدنا دلوقتي في مجال الطب التجديدي او العلاج بالخلايا الجذعيه على الخلايا الجذعيه البالغه اللي هي مستخلصه من نخاع العظم ومستخلصه ايضا من النسيج الدهني زي ما ذكرنا قبل كده. طبعا تعمقنا اكتر في البحث عشان نعرف الخلايا الجذعيه البالغه في نخاع العظم اكتر ولا في النسيج الدهني اكتر، وطبعا ثبت بالدليل ان الخلايا الجذعيه البالغه الموجوده في النسيج الدهني هي اكتر خلايا جذعيه بالغه قادره على المساهمه في الطب التجديدي او الشفاء او علاج امراض مختلفه زي مثلا علاج الندبات والجروح، استشفاء الجروح نفسه، امراض العظام والمفاصل، اعاده بناء الثدي بعد استئصال اورام الثدي، وطبعا اخرها واللي يهمنا ويهمكم طبعا هو مجال تساقط وعلاج الشعر او بعد زراعه الشعر او استخدامها عموما في علاج الشعر.